السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم تنظيفة للنيش. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. طبعا الخطوة الاولى ان احنا بنفضي النيش عشان يسهل عليكي، ما تنزليش النيش كله مرة واحدة. نزلي رف رف وما تعمليش كركبة حواليكي عشان ما تتلخبطيش. خلينا كده منظمين عشان نخلص بسرعة. اول حاجة بقى انا فضيت الرف الاولاني عشان اغسله واظبطه، وبعد كده ننزل على الرف اللي بعده وهكذا. انا كده فضيت الرف الاولاني قدامي وباقي النيش زي ما هو. الخطوة التانية بقى انا جبت كروانة وفيها مية وخل. الخطوة دي مهمة جدا. بلاش بقى يا بنات نحط صابون في كروانة وكروانة تانية مية نضيفة واقعد اغسل هنا واشطف هنا. هو احنا اللي بنعمل كل ده؟ دي حاجات نضيفة يعني، مش فيها شاي وقهوة وعصير ومبهدلة. هي حاجات نضيفة محطوطة في النيش وعليها شوية تراب. فايه؟ فاحنا عايزين بس ننضف ونعقم في وقت قياسي، فهو المية والخل وخلاص. والخل هيعقم الحاجة وبيخلي الازاز بيلمع وجميل جدا. فانتوا زي ما شايفين كده انا كنت باخد وبغسل كويس، يعني بشطفه كده بالميه والخل وارص على فوطه جنبي وتتصفى. وعقبال ما الحاجه تتصفى بروح اعمل اي حاجه في الشقه عقبال ما تتصفى. وبعد كده بقى ايه؟ بجيب فوطه نضيفه وبمسح دواليب النيش. يعني انا جبت فوطه وقعدت امسح دواليب النيش كويس جدا. وانا قبلها بيوم كنت لما كل المفارش بتاعه النيش وغسلتها ونشرتها، وده تاني يوم بقى بعد ما نشفوا جبتهم. يعني كنت بسحب المفارش كده من تحت الاطباق ومن تحت الكاسات ومن تحت الحاجه، وغسلتهم في الغساله وبقوا نضاف وجمال. هنا بقى كان الكاسات اللي انا عملتها كانت اتصفت ورصيتها بقى زي ما انتوا بتشوفوا كده، رصيتها في النيش. اتمنى الفيديو ده يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم. وطبعا ما تنسونيش في اللايك بيفرق معايا وبيشجعني. هو طبعا الصراحه تنظيف النيش وان احنا ننزله ونرجعه وكده بيبقى متعب الصراحه، فاحنا بنحاول ايه؟ بننضفه في المواسم. انا عشان انتوا عارفين ان انا كان عندي عزومه، فكان النيش كله كان عندي في المطبخ. كان عندي الاطباق وكده، فالاطباق طبعا انا غسلتها، اللي كانت مطرح الاكل انا غسلتها ونشفتها وظبطتها وكده وجيت وحطيتهم على السفره. وبنزل بقى زي ما انتوا شفتوا رف رف وبغسله بالميه والخل عشان يتعقموا ويخلي الازاز بيلمع. والمفارش طبعا انا غسلتها في الغساله. فزي ما قلت لكم بقى، يعني ان النيش مش بيتغسل وان احنا ننزله ونحطه كذا مره. هو بيبقى في المواسم، مثلا ايه؟ دخلت رمضان، دخلت عيد، مثلا كل موسم، مثلا موسم شتاء او موسم صيف. زهقانه مثلا مش لاقي حاجه تعمليها، قومي منزلاه واغسلي وعقمي ورصي. فانتوا زي ما شفتوا كده انا غسلت الكاسات والحاجه وبرص. قولوا لي ايه رايكم طبعا في الرص بتاعي. يعني لو عجبكم قولوا لي، لو مش عجبكم قولوا لي واقترحوا عليا افكار لرص النيش. انا طبعا باخد بكل الاراء. فانا حطيت الكاسات كده والكوبايات الصغننه بتاعت القهوه حطيتها كده حواليها. ونزلت طبعا على الرف اللي بعده زي ما قلت لك، نزلي رف رف، اوعي تنزلي كله مره واحده، هتتعبي وهتحتاسي ومش هتعرفي تعملي ايه. وممكن ترجعي في كلامك كمان وما تعمليش. فانا هنا بقى ايه؟ دول غسلتهم وعقمتهم بالخل، باجي بقى وبرصهم. حطيت البراد ده بتاع الشاي وحواليه الفناجين. انا صراحة النيش كنت بعمله بالليل كده في السهرة. قلت ايه يا بنتي يا رودي، ما تقومي كده تنضفيه وروقيه وخليه حلو كده جميل وبيلمع. فقعدت بقى ارص. يعني انا صراحة كنت مكسلة الاول وقلت هياخد معايا وقت كتير، انا هزهق كده. بس لما قمت واتشجعت وقعدت بقى افنن زي ما انتوا شايفين. بصوا بفنن ازاي، بعمل قطر بعمل قطر بالفناجين. قولوا لي بقى إيه رايكم، تنسونيش. وبعد كده رحت بقى الناحية التانية من النيش ونزلت الحاجة اللي فيه وامسح كده بالفوطة. طبعا الفوطة انا كنت حاطة فيها خل عشان برضو يعقم معايا الخشب ويخليه حلو. ورصيت كده اول رف فوق ونزلت طبعا على الرف اللي بعديه. رصيت السلطانيات الصغننة وكده. وقومي يلا تشجعي معايا، لو نيشك مكركب زي ما كان نيشي مكركب قومي يلا روقي معايا. وهنا حطيت الملاحات.
يا رب راسي ده يعجبكم وتقولوا لي رأيكم. وهنا بقى جيت على الرف ده كمان ومسحته كويس. يعني هو النهارده فيديو بسيط كده وخفيف على قلبكم، ان شاء الله باذن الله يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. طبعا الاطباق دي اللي كانت عندي هناك في المطبخ انا غسلاها ومظبطاها ومنشفاها. وطبعا زي ما انتوا عارفين بنوتي تعبانه، يا رب كده تدعوا لها ان هي تخف. ما تنسوهاش كده ما تنسوهاش كده في دعائكم. وانا هنا بقى كنت برص الاطباق والحاجه. وبقولوا لي برضو ايه رأيكم في فيديو النهارده. إيه، وانا عامله لكم فيديوهات برضو حلوه كده الفتره الجايه ان شاء الله تعجبكم. وهنا جيت على الكاسات، كنت بحط واحد يعني كاس واقف وكاس نايم، يعني تغيير برضو. وطبعا هستنى رأيك وتقولوا لي حلو ولا، ولو عندكم افكار تانية على راس النيش قولوا لي. زي ما انتوا شايفين كده كنت بحط كل حاجة كده في مكانها. صدقيني يعني الموضوع مش صعب وكده، يعني قومي وتشجعي وشوية مية في كروانة وشوية خل وحطيهم وصفيهم على فوطة زي ما انا عملت، وهيتصفوا. عقبال ما يتصفوا روحي اعملي اي حاجه في الشقه، مثلا تطبخي، تنشري غسيل، تعملي اي حاجه، هيكونوا تصفوا معاكي. وهكذا بقى، وترجعيهم وترصيهم والرف اللي بعده وتنزليه وتشطفي برضو وتنشفي وهكذا. يعني هو مش هياخد معاكي ساعه كده، يعني ساعه ان شاء الله وتكوني خلصتيه. وانت كمان بتخلصيها هتكون كمان خلصتي اي حاجه تانية وراكي. وبس كده. وقولوا لي بقى، بصوا قولوا لي ايه رايكم في الرصه، وهستنى رأيكم تقولوا لي حلوة ولا تجيبوا لي افكار تانية للنيش. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا رصيت الكاسات كده والبراد والفناجين كده. قولوا لي ايه رأيكم. والاطباق بصوا رصيتها كده. وتحت هنا كنت حاطه الصواني والسلاطين الصغيره. وهنا درج المعالق والسكاكين والشوك. وهنا الاطباق التانية، وتحت هنا في صينية والشيالة بتاعت الكحك والحاجات بتاعت العيد زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده، اتمنى فيديو النهارده يعجبكم ومع السلامة.